وصفة اليوم من ألذ وصفات الدجاج اللي ممكن تجربونه، اللي هي مسخن الدجاج بالقرصان البر وقدمت معها صلصة الطحينة الباردة. المقادير عبارة عن دجاج بالعظم، قطعته قطع كبيرة ونظفته وخليت الجلد عليه، بصل وفلفل بارد وبطاطس وثوم كله مقطع جوانح رفيعة، وممكن تضيفون اللي هو الفلفل الحار. زيت زيتون كمية وفيرة، وأهم شي بمسخن زيت الزيتون، بابريكا حارة وفلفل أسود وسماق وملح. هذه هي مقادير وصفة اليوم. نبدأ بسم الله. جبت صينية الفرن وحطيت البصل والفلفل البارد والثوم وحطيت البطاطس. بعدين زيت الزيتون أضفت له السماق والفلفل البارد، عفوا الفلفل الأسود والبابريكا والملح، وخلطتهم مع بعض. بعدين صبيت جزء من الخليط على مقادير اللي بالصينية وخلطتهم زين. بعدين رصيت قطع الدجاج على الصينية، أيضا صبيت عليه من الخلطة. بعدين غطيتها بورق الزبدة والقصدير ودخلتها الفرن أنا شغلته قبل على أعلى حرارة 250 درجة مئوية من الأسفل بس، لمدة 45 دقيقة لين تستوي الدجاجة. بعد ما انتهى الوقت فتحت عليها بالفرن، ما شاء الله تبارك الله، ترى ما حطيت عليها ولا نقطة ماء. طلعتها وخليتها على جنب. جبت القرصان البر الرطب، وممكن تحطون القرصان الناشف، خبز شراك، خبز التورتيلا، خبز عادي. دهنته بخلطة زيت الزيتون، وبعدين قطعته قطع كبيرة وحطيته على كامل الصينية. وفي فكرة ثانية بقولها إن شاء الله بصندوق الوصف. بعد ما انتهيت رصيت الدجاج عليه، والمرقة هذه اللي باقية أيضا صبيتها على طبقة القرصان. دخلتها الفرن مرة ثانية بدون ما أحط عليها قصدير من أسفل لين تحمرت وتشقرت وصار فيها زي القرارة من تحت، وشغلت عليها من فوق لين تحمرت الدجاجة. ما أحكي لكم عن المنظر، عن القرمشة، عن الطعم. يا بنات الوصفة هذه من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربونها. نجي لمرحلة التزيين. زينتها بالنعناع مجفف، دبس الرمان، عصير الليمون، البقدونس، الكزبرة، البصل المقلي، وآخر شيء الصنوبر. ولو عندكم رمان تزينونها بالرمان. شيء خيال الوصفة هذه. حطيتها بصحن التقديم، وأهم شيء القرصان هذا الناشف بالمرة حطيته عليه، وغرفت لي شوي من صلصة الطحينة الباردة. الطبق لذيذ لذيذ، ضروري كلكم تجربونه. صحة وعافية وهنا يا ربي على كل اللي يطبقون الوصفة. تأكدوا أنها من أجمل وصفات الدجاج.